السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بطبوط منفوخ. بزاف البنات كيلقاو معاه مشكل، فاليوم غادي نعطيكم جميع الاسرار باش يتنفخ ليكم ويجي خاوي ومهوي. وغادي نحتاجو كمكونات الفينو، الدقيق القمح الصلب، والدقيق الابيض الفورس. غادي نديرو نفس الكميه، زلافه زلافه. تقدروا تضاعفوا المقادير الا بغيتو. غادي نضيفو ليهم ملعقه صغيره مملوءه جيدا خميره الخبز. طبعا الخميره كتبقى على حساب الجو، واش بارد ولا سخون. نضيفو ليها ملعقه صغيره سكر باش يجينا البطبوط محمر، والملح على حسب الذوق. صافي، وغادي نجمعو بالماء دافئ، الماء يكون دافي. وغادي نجمعو العجين. طبعا اللي بغات تستعمل العجانه تستعملها. العجين ما غاديش نخليوه يخمر، فضروري ندلكوه جيدا. نحاولوا ندلكوه مزيان وما نخليوهش قاصح من الاول. نحاولوا نرخفوه شويه، وكنبقاو نزيدوا الماء الا احتاجينا الماء. كنزيدوا شويه بشويه وكندلكوا العجين ديالنا جيدا. صافي، ومباشره غادي نقسموه على حساب نتوما واش بغيتوا البطبوط كبير ولا صغير ولا متوسط. وغادي نرشوا بالدقيق الابيض، ما نستعملوش الفينو، نحاولوا نستعملوا غير الدقيق الابيض. صافي، غادي نغطيه ونخليه تقريبا 3 دقائق حتى 5 دقائق، غير يرتاح باش ملي نبغي نطلقو يطلق ليا بسهوله. صافي، وكنرش الدقيق الابيض وغادي نطلق البطبوط. ملي تكونوا تطلقوا فيه حاولوا ما تخليوهش غليظ بزاف وما ترقوهش بزاف. نتوما شفتوا معايا السمك ديال البطبوط كيفاش كيخصو يكون. ما نخليوش غليظ بزاف وعاوتاني ماشي نرقوه بزاف. صافي، وغادي ناخذ منديل اللي غادي نرشو بالفينو باش ما يلصقش ليا البطبوط، وكنقرص وكنوضع فوق المنديل. صافي، نغطي البطبوط ونخليه يخمر. كيف كتلاحظوا ما كنخليوهش يخمر بزاف، غير كيخمر شويه غادي نمروا نطيبوه. غادي ناخذوا مقلاة، من الافضل تكون ثقيله على نار تكون متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف باش ما يتحرقش لينا، وما نقصوهاش بزاف باش يتنفخ لينا، لان لا نقصوا النار بزاف فما غاديش يتنفخ ليكم. تكون متوسطه وكنبقاو نقلبوا فيه حتى كيتنفخ. انا ما قطعتش الفيديو، غير زربته باش يبان ليكم. كيف كتلاحظوا كنخليها غير تشد في راسها شويه. صافي، وكنقلبها. كنعاودوا عاوتاني نقلبوها، كنبقاو نقلبوا فيها حتى كتنفخ لينا. بالنسبه ليا ما غاديش نحمرو بزاف، لانني غادي نديرو في المجمد باش ملي نبغيو نسخنوه حنا كنسخنوه وكنزيدو نحمروه. كيف كتلاحظوا راه كيتنفخ كامل من الاولى حتى الاخرى وكيجي رائع. كيجي منفوخ خفيف ومهوي، كيجي خاوي من الوسط. بطبوط اللي ناجح 100%. غير جربوه. اي وحده ما كينجحش ليها البطبوط او ما كيتنفخش ليها تجرب هاد الطريقه وتتبع جميع النصائح وغادي ينجح ليها البطبوط. غادي تنفخ وكيجي رطب ومهوي رائع. بارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده، ولايك للتشجيع.